السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المشبك الدمياطي. كل سنه وانتم طيبين، داخلين على المولد وحلاوه المولد. يلا بقى تشجعي كده واعمليها لهم في البيت. مكوناتنا سهله وبسيطه جدا وهي مش مكلفه خالص بالنسبه لاسعار بره، وهتطلع معاكي من اول مره ناجحه وجميله ومقرمشه وحلوه. يلا بقى كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك، ويلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. نسمي الله ونبتدي. واول حاجه هبتدي بيها الشربات بتاع المشبك لازم يكون بارد وتقيل. معايا 3 كوبايات من السكر، عليهم 1.5 كوبايه من الميه، هنضيف عليهم معلقه كبيره من عسل الجلوكوز او عسل النحل الابيض. انا هنا ما كانش متوفر عندي عسل جلوكوز استراحه فحطيت عسل ابيض. وفايده عسل الجلوكوز هنا ان هو بيخلي الحلويات ليها لمعه كده، وكمان ما تنشفش منك بسرعه. هضيف عليهم كمان نص عصير ليمونه، ولو مش متوفر عندك عسل جلوكوز او عسل ابيض ممكن تضيفي ليمونه كامله. هنرفع الشربات بتاعنا على نار وسط، هتاخد معانا بعد الغليان 7 دقايق وهنطفي عليها النار. بعد كده هنعمل خطوه تنشيط الخميره بتاعه المشبك. معايا هنا نص كوبايه من الميه، عليهم معلقه كبيره من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الخميره، ومش هنضيف عليها سكر عشان قرص المشبك ما ياخدش لون محمر جامد. هنقلب بقى مع بعض الميه والدقيق والخميره كده كويس مع بعض، وبعد كده هنسيبهم يرتاحوا لمده ربع ساعه. ومش هنسيب المشبك بتاعنا يخمر فتره طويله، اخره ربع ساعه بس ونشتغل بيه على طول. هنا بقى بعد الربع ساعه عايزه اقول لكم ان هو ما اتفعلش جامد لانه ما فيهوش سكر، بس هو كده تمام. هنضيف عليهم بعد كده 1.5 كوبايه من الميه. احنا ضايفين نص كوبايه ميه في خطوه تنشيط الخميره، فكده الاتنين على بعض كده 2 كوبايتين ميه. هنضيف عليهم ربع معلقه صغيره من الملح. بعد كده هنضيف بقى الدقيق، هنضيف بقى 2 كوبايتين من الدقيق الا معلقه واحده اللي احنا خدناها في خطوه تنشيط الخميره برضو. بعد كده هنضيف كمان 3 معالق كبار من النشا، وهنقلب بالخليط بتاعنا كويس جدا. اهم حاجه التقليب الكويس في الخطوه دي. احنا هنا عملنا 2 كوبايتين من الدقيق، عليهم 2 كوبايتين من الميه، والخليط في المرحله دي بيكون اخف كده شويه من خليط الزلابيه، يعني مقارب شويه لخليط الكريب. شايفين القوام بتاعها؟ هو ده القوام بتاعها المظبوط. اهم حاجه زي ما قلت لكم في الخطوه دي ان انتوا تقلبوها كويس جدا. بعد كده هنسيبها بقى ترتاح لمده كده ربع ساعه كمان، وهنرجع لها تاني. سبتها كده ترتاح مع نفسها، وفي الوقت ده هجهز الحاجه اللي انا هشتغل بيها. جبت هنا ازازه ميه وهسخن كده دبوس كده على النار، وهبتدي ان انا اعمل فتحه في الغطا بتاع الازازه اهو بالشكل ده كده. اهم حاجة الخرم اللي انا هعمله ما يكونش واسع جامد علشان ما ينزليش كده خطوط عريضة وتبقى كده المشبكية ماسكة في بعضها جامد. انا عايزة خطوط اللي هي هتنزل دي تبقى خطوط رفيعة، فهفتح كده خرم صغير خالص زي ما انتوا شفتوه كده. وهنا بقى كان خلاص الخليط بتاعي اختمر. احنا مش عايزين نسيبه فترة طويلة كده بيختمر، هو ما بياخدش وقت جامد، يعني معاكي من 10 دقايق لربع ساعة. نسيبه بس يرتاح شوية، وبعد كده هنجيب الازازة بتاعتنا وهنجيب قمع كده وهننزل الخليط بتاعنا في الازازة بالقمع كده بالشكل ده. وفي حلة بقى كده على النار فيها زيت ساخن خالص، هنضيف بقى كده الخليط بتاعنا بسرعة كده، وهنعمل خيوط يعني دائرية. وطبعا عايزة القرص بمقاس معين، اعملي في الحلة اللي انتي حابة القرص يكون المقاس ده تمام. هنا بقى انا اخترت الحله دي بقى، وبعد كده نزلت الخليط بتاعي زي ما انتوا شفتوا كده في الحله بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بقلبها باستمرار كده، وخلي بالك لحسن تتكسر منك. هطلعها بقى كده على الشربات البارد. الشربات بتاعي طبعا كنت سبته شويه في التلاجة يبرد. هنعمل واحده كمان كده، وفي نفس الوقت هكون بحط التانية في الشربات، وبطلعها من الشربات على مصفى كده على طول. مش بسيبها وقت جامد في الشربات علشان ما تبقاش مسكره قوي وتبقى مقرمشه معايا وحلوه. بنزلها بقى كده في الشربات واطلعها على طول على المصفى. وعايزه اقول لكم ان انا هنا كده بقلبها بكل حرص كده بشوكه، وبقلبها على الناحيه التانية بحيث ان هي تاخد اللون من على الجنبين. وبرده تضيفي زيت كتير علشان ما تبقاش يعني من ناحيه محمره ومن ناحيه لا. تمام. زي ما انتوا شايفين برضو بحط الخليط بتاعي بالشكل ده كده بسرعه عشان ما فيش ناحيه تبقى مستويه وناحيه لا، يعني كله كده مره واحده كده زي ما انتوا شايفين. بحطها بعد كده زي ما انتم شايفين كده في الشربات، واطلعها على طول على المصفى. طريقتها سهله جدا، وزي ما بيقولوا كده حلويات الغلابه، يعني من كوبايه دي واحده تقدري تعملي كميه وكميه حلوه كمان.
شايفين برضو، شايفين الجمال واللون الذهبي الحلو ده، ما نخليهاش بقى تحمر جامد، عايزين بقى نطلعها لونها ذهبيه كده وحلوه. وكمان عشان احنا مش حاطين سكر في وقت تنشيط الخميره، برضو لما بتيجي تحمر معايا انت اللي بتتحكمي في تحميرها وفي لونها، ياخدش كده لون محمر جامد بزياده وانت بتحمريها. شايفين الجمال وشايفين اللون الجميل؟ شايفين؟ عايزه اقول لكم ان اتاكل منها كتير كده وانا واقفه بحمرها، يعني مش دول بس، عملت لي كميه كبيره. بس للاسف كده ولادي رايحين جايين عليها من جمالها وحلاوتها، كل شويه ياخدوا منها حته ويجروا بعيد عني. بألف هنا وشفا طبعا. عايزه اقول لكم ان هي كان طعمها تحفه بجد، وطعمها جميل جدا ومقرمشه وحلوه. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه كده، طعمها حلو جدا. ده كفايه كمان ان انت هتكوني عاملاها في بيتك كده وبايدك، وطبعا نظافه طبعا في البيت احسن من الشارع وافضل بكتير، لان احنا عارفين ان في الشارع كده بيتلم على الحاجات دي الحشرات وحاجات كتيره كده مش كويسه. وربنا يحسن ما بين ايديكم وتطلعوا انجح واحلى وصفات كده من ايديكم، فرحوا ولادكم ووفروا بقى على نفسكم واعملوا احلى وصفات في البيت. وباذن الله كده لسه هنكمل وصفات باقي حلاوه المولد، هنعمل مع بعض الفليه والسمسميه والحمصيه والملبن. ولو عايزين برضو اي حاجات تانية لحلاوه المولد قولولي عليها واكتبولي في الكومنتات، وانا باذن الله هحاول ان انا اعملها لكم. ولو وصلتوا لهنا بقى ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.